السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي في قناتكم ذاكرلي أونلاين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. ناس كتير بعتت لنا وبتسأل يا ترى مفيش أخبار عن الدرجات ونتيجة الترم الأول هتظهر إمتى؟ وهل كل المحافظات خلصت تصحيح ولا لسه؟ كل دي أسئلة شاغلة بال كل الطلبة وأولياء الأمور. في الفيديو ده هنعرف نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية هتظهر إمتى وإزاي تجيبها قبل أي حد. قبل ما نكمل الفيديو انزل ادعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل اخبارنا اول باول. خلاص رسميا اعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ان نتيجة الصف الثالث الاعدادي هتبدأ في الظهور خلال الايام اللي جاية ابتداء من الاسبوع ده. يعني نجهز نفسنا ابتداء من بكرة والايام اللي جاية هتبدأ بعض المحافظات تعلن النتائج بتاعتها، لأن عمليات التصحيح والكنترول شغالة بأقصى طاقتها علشان يتم إعلان النتائج في أسرع وقت. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان النتيجة هتظهر اونلاين على الموقع الخاص بكل محافظة، وهسيب لكم الرابط الخاص ببعض المحافظات اللي متوقع نتيجتها تظهر خلال الساعات والايام اللي جاية. ويا ريت تكتب لنا في التعليقات انت من محافظة ايه ومتوقع نتيجتك تبقى في حدود كام درجة. وفي النهاية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان تعرفوا اخبار النتيجة لحظة ظهورها قبل اي حد. ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع. سلام.